السلام عليكم. عايزة أحكي لكم النهاردة على شوية فنانين مقاطعين الجواز ومقاطعين الستات. صلوا على النبي وكل من النبي يصلي عليه. ويلا نبتدي الحكاية. هنبتدي بالفنان أحمد عيد. أحمد عيد قرب على 60 من عمره، وعمره ما لمس واحدة ست ولا عمره اتجوز. بيقول أنا والجواز مش متفقين مع بعض. والله أنا فاتح الباب لصاحبة النصيب، بس لسه القدر ما جاش ولسه ما لقيتش اللي تستاهل قلبي وارتبط بيها. وبيحكي وكمان وبيقول إن هو ارتبط أكتر من مرة، وكل ما يرتبط بيفركش لأنه بيخاف إن الموضوع يتفشكل، وإن هو ما ينجحش لأن بيسمع على نسب الطلاق الكتير، وكمان بيخاف إنه يكون أب غير مسؤول لو تم الطلاق. بيقول الموضوع تقيل على قلبي ومش قادرة أتقبل حتى الفكرة، والموضوع بالنسبة لي مش سهل. مش عارفة ليه كده يا أحمد، بصراحة ده شك الدبوس يا حبيبي. بس كمان أحمد عيد بيقول أنا مؤمن بالله وعارف إن كل شيء اسمه نصيب، ولو ليا نصيب في شيء فأكيد هشوفه، وأنا إنسان قدري ومؤمن بقدر ربنا، ولو جه النصيب لغاية عندي عمري ما هقول لأ. ده كده أحمد عيد. نخش بقى على خالد أبو النجا. خالد أبو النجا عنده السنة دي 58 سنة. بيقول أنا ما اتجوزتش قبل كده ولسه سنجل، وبيقول أنا كمان عندي عقدة من الجواز يعني زي عيد بالظبط. بيقول حوالين مني في القرايب والأصدقاء حالات طلاق كتير جدا، وأنا خايف أبقى زيهم وخايف من الفشل، وكل ما حد يجيب له سيرة الجواز يقول مش وقته. مش عارفة يا خالد مش وقته إيه وأنت داخل على 60 يا حبيبي. كمان خالد أبو النجا دايما بيدعم موضوع الريمبو، والناس ربطت بين الموضوع ده وبين عدم الجواز. وكمان خالد أبو النجا للأسف في مصر وبره مصر طلع عليه إشاعات كتير إن هو ملوش في الستات وليه في حاجات تانية لا سمح الله. ده كده خالد أبو النجا. نخش بقى على محمد شاهين. محمد شاهين هو كمان وصل لل50، ويقول أنا ما اتجوزتش ومش هتجوز، لأن أنا بكره الجواز ومتخيل ومش متخيل إن في واحدة هتستحملني، وأنا بصراحة مش هقدر استحملها من الآخر كده. فأنا بفضل حياة السنجلة أحسن ما أجيب لنفسي بلوى وأجيب واحدة كمان قبليها بيا. فالراجل جاب من الآخر كده. كمان محمد شاهين بيقول هو انا اهبل عشان اخلي واحده تضحك عليا وتوقعني؟ انا انصح من كده بكتير. كمان بيقول انا كده عايش رايق، ده حتى اصحابي بيحسدوني ان انا الوحيد فيهم اللي لسه سنجل وعايش براحتي، اروح واجي وقت ما انا عايز وانام وقت ما انا عايز واخرج وقت ما انا عايز، وفلوسي كلها ليا ومحدش بيشاركني فيها. محمد محي المطرب المعروف كسر ال50 من العمر. محمد محي ارتبط أكتر من مرة، وكان خاطب، وقعد خاطب فترة طويلة وعاش قصة حب كبيرة قوي. لكن للأسف الموضوع اتفركش وهو مرضاش يحكي التفاصيل. من ساعتها هو متعقد وقال أنا بفضل أفضل سنجل أحسن بدل ما قلبي يتكسر مرة تانية. الناس مطلعة عليه إنه عنده عقدة من البنات ومن الجواز، وده بسبب أغانيه الحزينة اللي هو دايما بيعملها، وعمره ما عمل في حياته أغنية واحدة عدلة فيها فرح ولا حتى ابتهاج. في كمان الإعلامي المعروف شريف مدكور. شريف مدكور عنده السنة دي 54 سنة، وشريف بيقول أنا عمري ما ارتبطت وعمري ما اتجوزت، وشوية أقول مش هتجوز وشوية أقول هتجوز لما أوصل ال60. مش فاكرة أو مش فاهمة إيه الفكرة. وشريف بيقول أنا بصراحة طبعي صعب جدا وأنا حنبلي ومفيش واحدة تستحملني، وكمان دايما يطلع بيقول أنا بخيل وبيعترف بكده. بيقول أنا ما أحبش واحدة تقول لي اشتري لي وجيب لي وحط لي، اللي أنا أجيبه هو اللي خلاص يمشي، وأنا مبسوط كده وأنا سنجل وعايش بحياتي وبسافر وبنبسط ومش حاسس بأي نقص في حياتي، وأنا مبسوط مع أهلي ومع أخويا وولاد أخويا، والحمد لله مستقر في حياتي الأسرية والمهنية. كده حكيت لكم على شوية مشاهير سنجل لغاية دلوقتي. في ناس كتير بتحسدهم ان هم عايشين حياتهم، وناس كتير بتنتقدهم وبتتكلم عليهم، وطبعا انتوا عارفين ده حال البشر ما بيتفقوش على حد. بس طبعا دي حرية شخصية، اللي عايز يتجوز يتجوز واللي مش عايز هو حر. انا اختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني وشكرا ليكم.